يلا يا ولاد عشان نعمل صلصه طماطم النهارده. يلا تعالوا يلا بسرعه كده. ب 10 جنيه طماطم، بكره هتاخديها ب 20 جنيه. قبل العيد بيومين كده يقول لك كيلو الطماطم ب 20 جنيه. بصي يا حبايبي اهو. يلا انا جبت شويه طماطم لقيتها حلوه ب 10 جنيه وانا راجعه كده من عند ماما، لقيتها جميله قوي. بصوا بصوا الجمال، عامل زي الفراوله والله يا ولاد. خلي بالكم ان الاضاءه عندي وحشه جدا، ضاربه فيها الاسبوتات ضاربه، فمديها لون كده تحس ان هي مسفره، لكن هي كانت حمرا زي الدم. بصوا يا حبايبي اهو، غسلت الطماطم بتاعتي كلها وقطعتها كده على كذا حله، وبقيت مشغله العيون بتاعتي. بصوا يا حبايب قلبي اهو، مش هتاخد منك ساعه زمن بس هتريحك بصي وقت طويل. تمام. بصوا يا حبايبي الطماطم ما هي ما شاء الله، حطيتها كده على النار. هحط عليها كوبايه ميه واحده زي ما انت شايفه كده، وممكن تقللي اكتر من كوبايه كمان. بصوا يا حبايبي اهو كده بالشكل ده. هحط عليها يا ولاد معلقه من الملح ومعلقه من السكر. بس انا رجعت ايه، حطيت معلقه سكر تاني على فكره عشان تبقوا فاهمين يعني. بصوا عشان انا مش عايزه الطماطم فيها حموضه خالص. يبقى لو انت عندك الحله مليانه كده حطي معلقتين كبار من السكر وحطي معلقه من الملح، كفايه قوي. تمام. غطيت الحله بتاعتي. اول ما بدات تغلي شلت الغطا عشان بس ايه بتفور على النار. دي الحله التانية يا ولاد بدات تغلي اهي. فانا كنت حاطه معلقه واحده من السكر، حطيت معلقه، زودت معلقه كمان عشان ما يبقاش فيه حموضه خالص في صلصه الطماطم. بصي الطماطم معاكي هتبقى بالشكل ده كده. اول ما ايه خلاص يعني لسه شويتين عايزه تستوي شويه. بعد كده هاخدها يا ولاد اسيبها تهدى شويه واضربها بالهاند بلندر. هتشوفوا هنعمل فيها ايه عشان هنرجعها على النار ايه تاني. مجرد ما تضربيها بالهاند بلندر بتروحي راجعه تاني مرجعه الحله على النار عشان ايه تغلي بقى مع بعضها وتتقل شويه. بصوا اهو هضربها كده ايه بالهاند بلندر او اضربيها في الخلاط، اي حاجه اللي يعجبك. انا عايزه اقول لكم ان انا كملت الباقي في الخلاط، انا عملت دول بس بالهاند بلندر لان انا بحب شغل الخلاط في الطماطم اكتر يعني. بصوا يا حبايبي اهو، بعد ما عملت كده حطيتها في حله تانية ورفعتها على النار زي ما انتم شايفين كده اهو. بصوا بدات تتقل من الجوانب، شايفينها ازاي؟ احنا عايزينها كده. هتاكلي احلى صلصه للمكرونه، للفته، لاي خضار عندك. بتعملي خضار متشوح كده في بصله نيه في نيه كده، تروحي نازله بكيس الطماطم. بصوا يا جماعه والله العظيم بتبقى حلوه جدا جدا في التلاجة. بصوا اهو الصلصه اهي، انا هبدا اكيسها كده زي ما انا عايزه بقى. في كيس فيه كبشه، فيه كبشتين، في كيس فيه 5 كبشات، في اكتر للمحشي زي ما انت عايزه بقى. انت اضرب ايه باستعمالك. شايفين القوام بتاعها وطعمها يا ولاد تحفه والله العظيم، جربوها هتعجبكم. والحقوا قبل العيد يا ولاد، هاتلكوا حتى ولو 10 كيلو ب 100 جنيه دلوقتي. هتعجبك قوي. انزلي السوق كده هتلاقي في طماطم حلوه جدا، في ناس بتبيعها رخيصه ب 10 جنيه وجميله جدا. بصوا يا حبايب قلبي اهو، اعملي شويه صلصه اسحبي منهم في التلاجة. انا عايزه اقول لكم على حاجه يا حبايبي، انا مش بعمل الصلصه بس عشان حكايه رخيصه وغاليه يعني، مش هي دي اللي هتوفر لنا بجد والله، بس بجد هي بتوفر عليا في الوقت، بتوفر عليا في المجهود. لما بكون ايه مزنوقه في المطبخ كده وبعمل حاجات كتير، بروح اسحب كده كيس الصلصه كده واقصه بالمقص واروح مفضيه على الحله على طول، ومتسبكه بروقان كده وانت فاضيه والله العظيم بتبقى جميله. والمحشي تعملي البصله بتاعه المحشي وتروحي ايه واخده مثلا كيسين 3، او انا عامله اكياس على فكره مليانه كمان في صينيه تانية. تحطي منها على المحشي على طول يغلي غلوتين، وتغسلي الرز بتاعك بتاع المحشي وتنزلي على الصلصه تقلبيه تقلبتين 2 لمده دقيقه، وتطفي عليه وتحطي الخضره بتاعتك وتبداي تحشي. بيسهل عليك